قدرش يحافظ على الهدف 4 دقايق، 4 دقايق. ليه؟ ليه؟ ما يعني بالعقل كده الفريق ده هو اللي كان مع جوميز، هو اللي كان مع جوميز. كان الفريق ده بيطلع نار من بقه ومن رجله ومن كل حاجه. دلوقتي اللياقه البدنيه واقعه من اول دقيقه. يعني في ماتش البنك الاهلي، اسهل ماتش، مش هو ده البنك الاهلي اللي كان فايز 4 على سيراميكا، اللي انت تقابلها من الجمعه الله اعلم هتعمل معاها ايه. مش هو ده المصري اللي كان مع علي ماهر، اللي انت تعادلت معاه. محدش مش هنعلق الشماعه على الحكم برضه. لنا ضربه جزاء اتحسبت ظلم، لنا هدف ما اتحسبش، غير النتيجه، ايوه. بس انت جايب الهدف في قدام البنك، جايب الهدف في الدقيقه 90، مش عارف تحافظ عليه ال4 دقايق ال5 دقايق. يعني فين شخصيه الزمالك من احنا شفنا مع جوميز ومع جروس، كان نتائجه حلوه. مين بيسيريو ده بيحط تشكيله منين؟ من كتالوج غير الرياضه. ازاي 3 ورا، وازاي طلع مش عارف محمد شحاته يطلع ازاي، مش عارفين عنده حاجات كده. والاداره ما بتطلعش بيان حتى ان اتظلمت من الحكام. بطريقه الاداره دي، لو طلع قرار لجنه الاستئناف باعاده المباراه عادي، خدوا الموضوع عادي. لو قال لكم الزمالك هيهبط السنه برضه خدوا الموضوع عادي. اصل خلاص بقى، انت شايف صحبات المكان او اداره المكان او مش ده طلع عليك قرار بوقف الجماهير مباراتين، انت طالع تصدق على الكلام. طب ما هي الجماهير برضو شتمت في ماتش الاهلي، ماتش الاهلي الجماهير برضو شتمت. فين بقى العقوبات؟ قبل 48 ساعة كانت العقوبة نازلة على الزمالك. مفيش سرعة. واسمع بقى اخواتنا الاهلاوية، الدوري موجه لمين؟ ده انت واخد 44 دوري، واقرب منافس ليك الزمالك واخد 14 دوري. انت معاك فلوس وبتصرف ومش عارف ايه، بس كلمتين صغيرين كده. انا عايز اعرف نوع الزيتون اللي انت بتجمعه ايه، عشان احنا عندنا الزيتون اللي انا اعرفه اللي هو العقص والعجيز والتفاح. فانت لو بتزرع زيتون غير ده